بينورنا في استوديو النهارده قناه النيل للاسره والطفل دكتور طارق سعيد، استاذ جراحه التجميل بكليه طب القصر العيني. اهلا بحضرتك معانا، كل سنه وحضرتك طيب. وعايزين نقول لكم كده في البدايه عملتوا ايه الصبح؟ والله هنبتدي برضه الزيارات العائليه لسه، طبعا هو العيد اول يوم، بس الصبح ما كانش فيه اي حاجه. تمام، يعني كانت لسه المساله بعد الظهر بقى البدايه. طب كويس، البدايه بدات بينا اهي. كل سنه وحضرتك طيب. عشان برضه نعرف من دكتور طارق، يعني شوف الست تعبانه ازاي وعليها كل حاجه بره وجوه، وفي الاخر نبص نلاقيها بقى بدات تهمل في نفسها وما تهتمش بنفسها، تبتدي تفكر على جراحة التجميل. وعايزه اعرف من حضرتك واحنا في العيد كده، يعني كتير من السيدات بتفكر ان هي تروح تعمل عمليات شفط دهون. طبعا القوام المثالي ده من اهم الحاجات اللي الست بتبقى حريصه عليه، لكن احيانا بتكتر في الاكل فبتضطر انها تروح لجراح التجميل. حضرتك شايف ان المساله دي زياده عندنا في مصر، الاقبال على فكره لا هو زاد طبعا الشفط والكلام ده؟ هو زاد بس ما يعتبرش زياده، يعني بالنسبه لجميع انحاء العالم احنا زدنا طبعا نوعيا في العدد زاد، لكن ما يعتبرش زياده، او ما تقدريش تقولي ان ده مبالغ فيه. يعني ما دام في الوسيله ان احنا نبدو افضل او نصل لقوام احسن، فطبعا من الطبيعي ان الناس تبقى عايزه تستعملها. تمام. الاكتر بيجوا لك على اساس عمليات تجميل ولا لا شفط دهون ما هو الشفط ده نوع برضه من انواع الجراحات. في الوجه بقى احنا عندنا الوجه والقوام، احنا كل واحده بتحاول تبدو احسن من ناحيه وجهها ومن ناحيه القوام. في كل الاثنين، في الوجه او في القوام، احنا متاح لنا بعض الادوات دي قد تشمل جراحه، او في ادوات اكثر بساطه من الجراحه، بسيطه انها مش عمليه، زي مثلا الحقن. في الفتره الاخيره دخل في جراحه التجميل الحقن بصفه عامه. الحقن ده مش حاجه واحده، الحقن ده مجموعه من الاشياء. في حقن لمعالجه التجاعيد الخفيفه اللي موجوده في البشره مثلا، بالذات فوق سن ال 30 او 35 او ال 40، اللي هو السن اللي السيده ما بتكونش وصلت فيه للسن اللي ما يسمح لها تعمل عمليه شد وجه مثلا او شد جبهه. بنستعيد بحاجات صغيره زي حقن حاجه اسمها بوتوكس. ده ماده اكتشفنا ان بعض التجاعيد الصغيره بتبقى نتيجه ان العضلات اللي بنستعملها طول الوقت في الضحك وفي التكشير وفي الكلام وكده بيحصل لها نوع من بتبقى قويه، بالتالي هي بتبقى مسؤوله عن التجاعيد اللي موجوده في الوجه. ففي ماده بتعمل لها زي نوع من الارتخاء اللي بيقعد له مثلا سنه او سنه ونص، تضيع التجاعيد. ده نوع من انواع الحقن، ده مش عمليه وحاجه بسيطه وسهله وتتعمل في نفس اليوم وتمشي، لكن هو بيؤثر تاثير اكيد هيأثر كمان تاثير نفسي كمان نفسي عليها. تعطي اكتر دكتور طارق سعيد. للاسف هو الوقت معاكم ما كانش طويل، بس ان شاء الله يعني نتقابل في لقاءات ثانيه تكون اطول. احنا بنشكركم جدا لوجودكم معانا النهارده، ان انتم لبيتوا من دعوه قناه النيل للاسره والطفل. كل سنه وانتم طيبين. شكرا لحضراتكم مشاهدينا. بكده تكون خلصت الاحتفاليه اللي احنا كنا محضرينها لكم من الساعه 1 ظهرا على شاشه قناه النيل للاسره والطفل.